هذا المسلسل برعاية هذا المسلسل برعاية بتئن ايدينا مكتوفة، يا وطن بتئن ايدينا مكتوفة، كترت الدمعات الناس دي بظروفة، يا وطن بتئن ايدينا مكتوفة، كترت الدمعات الناس دي بظروفة، يا وطن بتئن. اختلت الأوزان في لعبة مكشوفة، ظهرت في العينين الناس دي ملهوفة، اختلت الأوزان في لعبة مكشوفة، ظهر في العينين الناس دي ملهوفة، الشفعة الحلوين دخلتهم خوفة، حلوين دخلتهم خوفة، ناس تكون جنبك بكرة ما تشوفها، يا وطن بتئن ايدينا مكتوفة، كترت الدمعات الناس دي بظروفة، يا وطن بتئن. يا الله يا قادر ورينا بس شوفه، العدو الخاين نعدي مصوفه، والسبب في الكان اللي فيه معروفه، الله يا قادر، الله يا قادر، يا الله يا قادر، الله يا قادر، ترجع السودان عامرة بضيوفها، يا وطن بتحن. الله يا قادر، الله يا قادر، يا الله يا قادر، الله يا قادر، ترجع السودان عامرة بضيوفها، يا وطن بتحن. انت مالك مع صفدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مالك دخل علي كده؟ ماني معاه كمان في شنو؟ ما لا انت مين اللي كنت ما عارفه قلت لها شنو؟ والله العظيم ما عارفه. اسمعي كلامي ده يا نسرين، لا عندك شغله مع صفاء ولا عندك شغله مع حياتي، لانه اقسم بالله العظيم اجي اكسر وشك ده. اول حاجه ده شو اسلوب الشوارع قاعد تتكلم بيه معاي ده؟ ولا انا زوله كبيره وواعيه وعارفه كويس انا بعمل في شنو؟ انت لا كبيره لا واعيه لا زوله محترمه، لانه لو محترمه ما بتتدخلي في الحاجات اللي ما بتخصك، ودي اخر مره انا اجي اتكلم معك فيها. اول حاجه صفاء بتاعت دي زول شغال بيها ما في، ثم ثانيا كلها شيل نفس من دماغها. عيني صفادي لا فاضيه ليك ولا فاضيه لخصاصه النسوان اللي بتعملي فيها دي. طالما ده اسلوبك امشي لاهي جاي تترجل علي انا يا دلدل صفا. دلدل؟ انا دلدل؟ يا ولد
حسبي الله ونعم الوكيل فيه. معلش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معلش أنا ما ربيتكم كده. أنور ماله جنة ولا شنو؟ بسم الله. خلاص حبيبتي خلاص. لا يا جماعه عليكم الله، شوفوا الفلول اللي سايقين انا بخلقه زماننا ده كله بنشرب فيه وقاعدين نبنجو. هذا عريس ديمقراطيه صح؟ حلو والله. عشان كده يا جماعه اقول لهم كلام انا يقدر يجيب ديمقراطيه براو. حصلت انك تضرب اختك؟ وليه؟ عشان خاطر العقرب دي؟ امي انا ما اضربها، انا اضربها وتسرها رقبتها ذاتها، لانه صفا ما عندها اي دخل بالموضوع ده، وذاتها نسرين وحده قلت الادب. اوعك تقول على اختك قله ادب، عشان ادبها من ادبك وتربيتها من تربيتك. واقول لك حاجه، قله الادب مرتك لابساه وشاح من دخلت البيت ده بخساسته. اسكت! بخساسته وخباثته وساختها اللي تعمل فيها دي، سقطت البيت ده كده وجاطته، وانت مركبه في راسك ومدلدله رجليك. عايز تركبها في راسنا نحن؟ لا والله ما بتقدر. امي الكلام الشام ما في داعي له. عشان انت بديته وانا بتمه ليك. يا تبقى راجل زي الرجال، يا اما بيحصل تاني اكتر من كده، وخليه يجي ابوك نشوف فيكم الراجل بيت منه. امي الموضوع ده بيني وبين نسرين، وابوي ما عنده فيه اي دخل، وانت عارفه انه ابوي ده واحد راجل كبير وزول مريض، وامي احتمال تحصل له حاجه، وما في داعي تكبر الموضوع اكتر من كده يا امي. بكبره اكتر واكتر عشان تبقى راجل. امي اسكت قلت لك اسكت. ما اقدر معاك ولا اسمع كلامي يا امي. ما اقدر معاك كلام. انت يا نوى طرزان يا بس معلش بس يا القسمه الجبال دي ما صرت علينا شويه كده. أصرت عليكم كيف يعني؟ يعني الغله الكبيره والاكله الحضرانه اديتها للغايب، ويا يعني وزعت علينا الغوايش والخدمه الصغيره. والله انت زول، انت الفن وزول ما منه اي رجل. كيف يعني؟ زول عنده راي في قسمة الغايب، ما انا عنده راي في الجاهزية. لا يا اخي بعد غيرها يا اخي، وبعدين انت ما عارف يا اخي كوبا ده زول جديد وما نكش القواعد على طرزان هذا يا اخي شنو؟ زول ما عارف قواعد الشغل احسن توريه عشان ما ينضم النظم اللي بيجيب للموت. لا يا اخي بنوريه يا صاحبي بنوريه. اسمع كلامي يا اخي، الزول ده ماله يا اخي؟ شنو الزول ده ماله يا كوبا يا اخي؟ انت يعني ما عارف طرزان ده الغايد وقريب يا صاحبي يا اخي مالك يا اخي؟ اي حاجه يبصير له يا عم والناس دي بعدين جنون يتكلم في الغايد، تنبذ الواحد بيوم لكن ما تجيب سيره الغايد، مالك يا كوبا يا اخي يا زور يا نسرين يا بنتي، ما خلاص يا بنتي في شنو قدر ده؟ حبيبتي تعي اشربي العصير ده. لا يا امي ما عايزه. اشربي شويه يا بنتي. لا ما عايزه. انا جايبه لك سندوتشات وكل حته. لا عايزه. انا اتكلمت معاه وشاكلت وعملت اي حاجه يا بنتي، وامبارح كنت دايره اتكلم مع ابوك لكن مسكين جه تعبان نام على طول، عشان كده. ابوي ما تتكلمي معايا يا امي. منو ما بتكلم معاه؟ كده لا لازم اتكلم معاه، لازم يشوف لنا حل للولد ده. مبار البت العبيط الهبل دي وماشي وراه ويعمل في حركات عجيبه، يضربك كيف يعني بالعربي؟ واقول لك حاجه، انا هكلم ابوك خليه يسجل لك البيت ده باسمك. لا يا امي انا ما عايزه اسجل البيت ولا حاجه. لازم يسجلوا لك. انا بس مش صوتي انا عملت لها الدنيا دي. ما عملت لها حاجه، دي غيره منها بس. غيره منها صفا. سجل لك البيت عشان ما مضمون اخوك ده يا بنتي، نحن بكره ولا بعد بكره نحن ما قاعدين لك نموت ولا تحصل لنا حاجه، الواد ده بيقعد برا يبارك كلام البيت دي. بعد الشر عليكم. الله يديك العافيه حبيبتي، الله يديك العافيه. خلاص ما تبكي، وجعت قلبي يا بنتي، ما تبكي، لكن لازم احنا نوقفوا في حده، لازم ابوك يتكلم معه.
انت ساعتين يا انور عشان تجي ساعتين؟ انت يا زول مالك الحاصل شنو شبكاني تليفون ولا تليفون تريرينج 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 مالك؟ اسكت ساي يا انور اسكت ساي، الليله مصيبه وحتحل على راسنا كلنا لو ما لحقناه. يا زول مصيبة شنو عليك الله متوترين اكثر مما انا متوتر، احكي لي الحاصل شنو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت متأكدة من الكلام اللي سمعتيه ده؟ متأكدة يا انور، سامعاه والله بأذاني دي. امك بتقول لي نسرين في الكلام ده. ونسرين كان ردها شنو؟ نسرين ردها شنو؟ أكيد حيكون عجب الكلام. والله دي مصيبة كبيرة وقعت على راسي، هسه الحل شنو؟ الحل الوحيد يا انور انك تخش تحتزل لنسرين اختك دي وتنهي الموضوع ده. لأنه لو ما نهيته والموضوع ده وصل لأبوك احنا يا بابا مستقبلنا ضاع. اسمعي كلامي، أنا الموضوع ده هسه بقوم بحله. كيف صحتكم؟ ان شاء الله كويسين؟ والله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بركة فيه، هي سلامة روحكم بي. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي تسلمي. أنا طبعا مروة جارتكم بيجاي، يعني بيت طوالي. مم. تكتب أي حاجة عليكم الله، البيت بيتكم. تسلمي حبيبتي تسلمي، بهنسك طوالي. لا ما دخلنا ما طلعنا. صح. يديك العافية. العافية. احتجتوا أي حاجة مرحب بكم والله، البيت بيتكم. إن شاء الله. إن شاء الله. يا هالمحرية فيكم والله العظيم، من جينا البلد دي يا هو ما شفنا إلا كله طيب. الاستقبال شوف هسه البيت اللي قاعدين فيه ده من اللي حصل لنا غايته إن شاء الله لا يجابوا لكم يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب. أهو ناس الطيبة والكرم والناس لبعضيها، ولو ما شالت بعض في الظروف دي الناس تشيل بعض بيتين، الناس تتحمل بعض وتتشايل. بس جيتك دي براب الدنيا. تسلمي حبيبي. شوفي انت اللي بتعرفينا لا شفتينا وانت تسلم علينا. السودانيين دي طبايعنا، دي عاداتنا وتقاليدنا. يديك العافية. أنا عفاف طبعا ودي سرية. سرية دي جارتي. مرحبا بك. الله يسلمك، يديك العافية حبيبتي، تسلم. يديك العافية يديك العافية، تسلم. أنور شنو يا موسى؟ حبيبتي انا اختي انا. يا بنتي انت لاسه زعلانه ولا شنو يا اخي؟ انت يا اخو اختي الوحيده يا اخي، والسون والله العظيم جاي من الشغل بدري شايفه عشان اعتذر لك، وانت شفت اللي بيرضيكي انا بسوي لك، بيرضيك شنو بس يا اختي؟ حصل خير. ما من قلبك، صافي يا لبن؟ صافي لبن. بس عليك الله عندي طلب واحد بس. عليك اللي ما توري ابوي بالموضوع ده، الموضوع ده خليه بيناتنا. الموضوع ده اصلا منتهي، انا كبير اتكلمت مع امي. يا اختي حبيبتي انا يا ناس، الله يخليك لي. خش يا عبد، خش يا عبد، ده عبد، اقعد طول، اقعد تاني. عشان ابو غبيش، ده ابو ده قبضته.
هذا المسلسل برعاية هذا المسلسل برعاية